نتائج معظمها غريبة كلها النهاردة. الحسنة الوحيدة محمد صلاح والرقم القياسي اللي عمله. السلام عليكم يا رجالة، اخبار عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وانا اخد ثواب، عليه افضل الصلاة وتم التسليم. ولو مش تابعني واعمل لايك واشتراك للقناة عشان تشوف كل جديد. اول حاجة الهلال السعودي بيكمل صفقاته وكامل نجومه بحضور نيمار بيتعثر. الاتحاد السعودي بكامل نجومه بنزيما وما بنزيما بيسرق المباراة بكرة كورنر لعبوها بسرعة، حمد الله جابها جون. باريس سان جيرمان في وجود مبابي وعثمان ديمبيلي ولويس انريكي على ارضه بيتعثر برضه. تريزيجيه للاسف بيخرج مصاب من مباراة ترابزون سبور ضد جالاتا سراي وبيخسر كمان فريقه. ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة، تريزيجيه ترجع احسن من الاول لان انت العالمي الحقيقي بتاعنا. الحاجة الوحيدة اللي عدلة ان محمد صلاح ليفربول فاز على بورنموث ومحمد صلاح سجل وبقى عامل 200 مساهمة هدفية مع ليفربول، رقم قياسي كبير. الهداف الخامس في تاريخ ليفربول تخطى جيرارد ب 187 جون، واللاعب الوحيد اللي على انفيلد في 10 مرات متتالية بيسجل اهداف ويعمل مساهمات تهديفية، وقدر يخرج من عنق الزجاجة اللي هو بتاع ان انا ما سجلتش في المباراة الافتتاحية رغم 6 سنين بسجل وبتاع. صلاح بس كان باين جدا ان هو مش في المود، وكان باين جدا ان هو مش في حالته، كل الكور بيتصرف بيها بطريقه غلط. مجلس الاداره بتاع الزمالك بيستقيل كله اخيرا، الحمد لله بفضل الله كلهم بيستقيلوا، ودي بدايه اصلاح كبيره جدا ان انت تقدر تستنقي ناس بقى ايه تعرف تدير النادي صح. الناس دي غرقت المركب ونطت، فاهم انت ازاي؟ الحمد لله ان هم نطوا، مش مشكله، عمرها ما هتغرق اكتر ما هي غرقانه. اللي هيدير النادي بقى في الفتره ديت بما ان اللائحه وكده المدير المالي والمدير التنفيذي بتاع الفريق اللي هو راجل اسمه ايهاب خضر، ما نعرفش عنه حاجه طبعا، بس هيبدا بقى يتهاجم ويتشتم من اللي معروفين. ونصر ابو الحسن في انتخابات رئاسه النادي الاسماعيلي بيبقى رئيس النادي الاسماعيلي، كل الدعم ليه. نتمنى يقدر يخرج الفريق من اللي هو فيه دوت، ونتمنى ما نشوفش الاسماعيلي بيصارع على الهبوط تاني، لان من الفرق الكبيره الفرق الشعبيه اللي انا بنحبها شخصيا. في بقى مجموعه كده ايه صفقات، مجموعه صفقات لسه الشوال بتاع السعوديه لسه مخروم وبيخر. عندك الهلال الصفقه السابعه جاب متروفيتش مهاجم. طبعا سالم الدوسري والناس دي خلاص، الناس دي مش هتلعب. انا نيمار وهتلعب ازاي عليه يا عم سالم انت؟ وراس الحربه متروفيتش لا كانه هيلعب ولا سالم الدوسري هيلعب، ولا نواف هيلعب، وناس كتير قوي هتتفرم في القصه دي، بالذات اللعيبه السعوديين. حتى الحارس بونو برضه هيلعب، خلاص. الاهلي جده طالع من الدرجه الثانيه بسبب تركي الشيخ، طبعا عارفين مين اللي وقعه درجه ثانيه، طالع من الدرجه الثانيه. سابع صفقه ليه برضه بيجيب عيل اسمه ديميرال المدافع بتاع اتلانتا، مدافع جامد بس ما. سابع صفقه. اللعيبه السعوديه فين؟ اهلي جده بيفاوض ماركو فيراتي خلص اصلا، فطبعا طالما بيفاوض وفريق سعودي يبقى الموضوع مساله وقت ويتم الاعلان عنه يعني. بيتعاقدوا مع ايقونه التعليق المصريه هلا مدحت شلبي. الحمد لله تركي الشيخ خدمنا خدمه ان هو خد مدحت شلبي يعلق على الدوري السعودي عشان يكرمهم في نفسهم شويه كده. هتلاقي كل الفرقه دي بتشتمه وبتشتم الدنيا كلها لان راجل لتات. ده مش معلق، ده مدحت شلبي من امتى مدحت شلبي معلق؟ ده لتات، فاهم انت؟ زغلول وحط كلام ردح، فاهم انت؟ ده مش تعليق، ده ردح. بص رؤوف، بص عصام، بص لا ناس بتعلق حتى في ماده لغويه كده، فاهم؟ بص حفيظ، لكن ده لتات شغل نسوان. حكيم زياش بينتقل لجلطة سراي على سبيل الاعاره، بس بيعمل تقديمه جامده بعد ما الماتش بيخلص، فزمايله بيشاوروا له، بيبقى قاعد وسط الجمهور لابس التيشيرت بتاع الفريق كنوع من انواع التقديمه يعني ايه مختلفه شويه. حكيم لاعب مميز بس ما اعرفش فيه تخبط غريب كده، راح تشيلسي وبعدين فمش عارف يلاقي مستواه، ومش فاهم ليه الفرق السعوديه ما فكرتش فيه يعني. وده جدول باهم المباريات اللي هتتلعب النهارده بالنسبه لي يعني. من اهم مباريات تشيلسي واستهام، ديربي جامد قوي، واستهام اليونايتد الحقيقي. برشلونه وقادش، يعني برشلونه هنتفرج بقى على برشلونه حتى لو بيلعب مين بيبقى ماتش جميل وممتع. يوفي اودينيزي برضو ديربي ايطالي برضو في منتهى القوه. كانت نتائج النهارده غريبه خالص. الفرق السعوديه بتثبت يوم بعد يوم ان الموضوع مش موضوع شراء، ومفيش اي تقدم بيحصل من الصفقات اللي انت بتعملها دي. ناس بتشتغلك، ناس بتستزك. الله المستعان، انا ماليش فيه، بس انتوا اللي انا تقييم التجربه هقوله بعدين. في النهايه يا صاحبي ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه.